السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بأحلى متابعين. النهاردة إن شاء الله جايين بميزانية لخزين الشهر كامل 1000 جنيه. بتاخدي تموين، مش بتاخدي تموين، بتاخدي تموين قليل إن شاء الله. ال1000 جنيه هتكفي وتوفي معانا. حتى لو بتحبي السمنة الفلاحي مالكيش دعوة خالص بالمنتجات اللي أنا جايباها، مالكوش دعوة بأي حاجة من المنتجات اللي أنا جايباها. أنا هنا جاية بتكلم عملي عن التقسيمة وإيه الخزين اللي احنا نلمه اثناء الشهر، اللي احنا نلم الدنيا، بحيث ايه الاساسيات اللي لازم تكون موجودة في كل بيت باذن الله. بندعي ربنا ان احنا ربنا يجعلنا مستورين وبيوتنا مستورة وبيوتنا عمرانة دايما والاخر يوم في الشهر. فهو ده فكرة الفيديو بتاعي النهاردة. اول حاجة كده نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك الحلو علشان ان شاء الله نستمر مع بعض والفيديو ينتشر قدر المستطاع. اول حاجه طبعا بالنسبه لي عموما هو انا خارج منظومه التموين، انا باخد بالبطاقه لحد دلوقتي عيش بس، ويا رب يديمها نعمه وربنا يستر. المهم، انا هنا جبت سكر. في سكر منتشر انا في اسكندريه فشايفه السكر منتشر كتير جدا عند اكتر من عطار. اسمه الطارق. السكر ده الكيلو ب 30 جنيه، كيلو صافي. سكر ابيض حلو وناعم كده وبيحلي كويس جدا. فانا جبت 4 اكياس. انا ساعات بجيب 5 اكياس وساعات بجيب 4 على حسب انا الميزانية بتاعتي محتاجة ايه. جبت 4 اكياس عملوا معايا 120 جنيه. جيت بقى للزيت. بص، انا كل شهر كنت بجيب 3 ازايز من زيت سندباد، اللي هو الازازة الصغيرة دي ازازة لتر. كنت بجيب 3 منها، بس هو يعني آلية قوي. يعني صعب تستعمليه على فول، مش يعني مش وحش بس مش بيبقى احسن حاجة. غير زيت هدية مثلا او ممتاز بيكون نقي اكتر. زيت سندباد سعره 48 جنيه للتر. زيت هدية 2 لتر و100 ملي كان سعره 130 جنيه، لان اللتر لوحده منه عامل 65 جنيه. فهي يعني كانوا برضو يعتبروا عاملين عليها عرض. فانا جبت كده ال3 لتر زيت ب178. يبقى 178 جنيه للزيت. لو بتاخدي تموين هتاخدي مثلا منهم، ممكن تزودي ازازة آلية تشيليها رمضان، وازازة كريستال تخليها للفول بقى وللحاجات، او ممكن مثلا تجيبي معاها سمنة فلاحي وتضيفيها. هنا بالنسبة بقى للمكرونة. المكرونة انا جبت مكرونة الملكة. طبعا في ناس كتير بتحب مكرونة الكياس وفي ناس عادي بتشتغل بالمكرونة السايبة. انا جبت هنا المكرونة الاكياس لان انا عندي فريقين في البيت. جبت 3 اكياس من مكرونه الملكه 400 جرام. الكيس كان عامل 14. ال 14 في 3 42 جنيه. طب هو دي بس المكرونه؟ لا، انا اصلا بحط للمكرونه رينج من 100 ل 120 جنيه. فجبت ايه؟ جبت كيلو اسباجيتي، وجبت كيلو من العقل الصغيره. الكيلو منهم ب 22 جنيه. كانت نوع المكرونه غاليه. آه يعني 44 جنيه، وفي 42 جنيه يبقى 86. في بقية فلوس انا كده شايلها على جنب لو عوزت مكرونة تاني. وكان عندي شعرية بصراحة من الشهر اللي فات وعشان كده مش حطاها. هنا بقى فول التدميس لا غنى عنه. كل شهر كنت بجيب كيلو. الشهر ده حابة ان انا يعني اجود في الفكرة شوية، فجبت نص كيلو بس. عند العطار اللي انا جبت منه كان سعر الكيلو 45. فجبت نص كيلو ب22 جنيه ونص. وده نص فول مدشوش، الكيلو منه ب30، ده نص ب15. هناخد برضو نصه وهنحطه على الفول تدميس. وان شاء الله نشوف الكمية اللي هتطلع هي كمية الكيلو ولا لا. طبعا هنزود عدس اصفر، ده ربع عدس اصفر كان عامل 16 جنيه، الكيلو ب64. ونص عدس بجبة ب32 برضو، الكيلو ب64. مع ان يعني في عند حد جملة الكيلو ب50 بس طبعا إيه احيانا الواحد بيفكر يعني بيجيب من حد جنبه خلاص. ما نسيناش التسالي. انا عندي من الشهر اللي فات كنت جايبه ب20، ب15 دولار في شهر، فمتبقي لسه منه كتير. وجبت هنا نص الترمس الكيلو عامل 40 جنيه. الترمس الحلو جبت نص كيلو ب20. يبقى ده برضو علشان خاطر التسالي. بالنسبة للتوابل، انا جبت تتبيلة الشاورما السوري. انا مش بستعملها بس للفراخ، انا بدخلها في اكلات كتير جدا، لان هي بتبقى شاملة، بتبقى مجمعة كده حاجات كتير. وجبت ب5 حبة البركة، عشان برضو ان شاء الله لو هنعمل معجنات وبتدخل في وصفات للبشرة وحاجات علاجية حلوة جدا. السمنة بقى، انا يا جماعه السمنتين دول، السمنه اللي قدامكم جنه بطعم الزبده الصفراء سعرها 700 جرام سعرها 75 جنيه. وبطعم الزبده النيوزيلندي سعرها 70. الاتنين ب145.
انا جبتهم بصراحه لان اي شركه بتبقى منزله حاجه مجدده بصراحه بتبقى جودتها عاليه جدا. وحابه ان انا اجرب الطعم واشوف، جبت الاتنين عشان اشوف الفرق بينهم. كنسليهم خالص لو مش بتحبي ممكن تجيبي زبده بقري، ان شاء الله تجيبي نص، تجيبي على قد ال 145 او 150 اللي انا جايبه بيهم. مش شرط تلتزمي بنفس اللي انا جايباه بالظبط. ازازه الخل دي انا حاطه لها 10 جنيه، بس بصراحه انا جايباها تبع نقط العيش فمش دافعه فيها حاجه. 2 كيلو دقيق. مفيش بيت ينفع يخلى من الدقيق، الدقيق اساسي، بينقذ بطريقه رهيبه. فجبت 2 كيلو الدقيق السايب، الكيلو ب16، جبت 2 كيلو ب32 جنيه. الرز يا جماعه، في رز عريض الحبه، رز مصري عادي خالص عريض الحبه، وفي رز طويل الحبه. عريض الحبه اغلى شويه ب28، وطويل الحبه ب25. انا بجيبه كل شهر من ابو 25. انا في العادي بعوز 5 كيلو، فال5 كيلو ب125. بس انا الشهر ده عشان عندي من الشهر اللي فات، فاستكفيت ب3 كيلو ونص ب97 جنيه ونص. تمام. هنا جبت كاستر وجبت نشا، برضو من الحاجات اللي تخطفيها، تنفع معاكي في البيت، تعملي حبة مهلبية، تعملي اي حاجة كده في السريع بتنفع معاكي. كاكاو دريم الخام، الكاكاو دي ممكن تقعد معايا شهرين، سعرها 45 جنيه. ممكن والله تقعد معايا شهرين، ولو ما مدتش ايدي عليها قوي ممكن تطول ل3 شهور كمان. ان شاء الله. داخل علينا المدارس محتاجينها جدا جدا في حاجات كتير، انتوا عارفين الفوائد اللي في الكاكاو للولاد وللتركيز. نوصل بقى لاخر حاجة هنا، شاي الجوهرة. شاي الجوهرة كان عرض، هو كان 200 جرام مش ربع كيلو، ب55 جنيه. جاي كده معاه مج هدية. وكمان اللي لفت نظري وخلاني بالفعل اشتريته، ان مكتوب عليه جنيه من اجل، يعني فيه بيبقى مساهمة من ثمنه جنيه بيروحوا لاهلنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويزيح الغم عنهم، ويزيح الغم عن اهلنا في السودان. فدي كانت مشترياتي. بصوا بقى يا جماعه، انا المشتريات دي عملت معايا 835. تاني بفكركم، لو شايفيني نقصت اي حاجه من الخزين ناقصه مني قولولي وانا اعدل بيها زي ما اتفقنا. الزيت والسمنه، السمنه 145 والزيت 187، 100 اسفه، 178. تقدري زي ما قلتلك تبدلي، تقدري تبدلي، تلغي تجيبي نص سمنه مثلا، وممكن تستكفي بازازه زيت حتى لو ما عندكيش تموين، استكفي بازازه زيت هديه. وجيبي مثلا بدل الصغيره دي جيبي كريستال ان شاء الله 700 جرام، وجيبي ان شاء الله نص زبده بقري، هتنفع معاكي. اتمنى ان انتوا تتابعوني، عندي حاجات. خدوا جوله في القناه هتلاقوا فيديوهات كتير. لسه كنت عامله قريب ميزانيه ب... كنت عامله قريب ميزانيه ب500 جنيه في الاسبوع. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.